السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنتكلم على المنتخب أفريقيا واللي حصل مع المنتخب، وحاجة محزنة بصراحة إن المنتخب ما فازش ولا مباراة. اتعادل الأربع ماتشات بتوعه، اتأهلنا بالبركة. آه، يعني مفيش أي شيء يدل على أي حاجة. يعني أداء مفيش، كرة حلوة مفيش، خطة تكتيك في الملعب مفيش. طب انت كمدرب كان لازمتك ايه؟ كان المعسكر اللي انت عملته قبل البطولة، الماتشات الودية اللي كنت بتشتغل عليها، المحاضرات الفنية اللي المفروض حضرتك بتكلم اللعيبة على اساسها، يعني مذاكرتك للخصوم. يعني انت حضرتك عارف انك هتلعب موزمبيق وهتلعب الرأس الاخضر ومعاك غانا في المجموعة بتاعتك. هل انت ما درستش الناس دي؟ هل انت ما عرفتش مثلا نقط الضعف بتاعت الفرق دي عشان تلعب عليها مثلا، وعشان يبان شكلك كويس، وعشان يعني عشان حاجات كتير؟ انت حضرتك ما قدمتش اي حاجة للمنتخب في البطولة. يعني هو في البطولة كلها احنا ما شفناش، مثلا انا نفسي ما شفتش يعني جملة بتتعمل في ماتش مثلا متكررة معانا، مثلا جملة احنا متعودين عليها، اللعيبة مثلا واخدة متدربة عليها. مفيش، يعني هو كله لعب ارتجال، ادي الكرة فين نطير ورا الكرة. طب وبعدين يعني حضرتك، انا مش فاهم، يعني مش ده المنتخب؟ يعني هو المنتخب بصراحة يعني من ايام الجيل الذهبي، معلش يعني هو المنتخب متذبذب، مفيش مدير فني كويس. هو المدير الفني اللي كان يعتبر عامل لنا شكل نوعا ما ماشينا، اللي هو كروش، كان مدينا شكل. يعني هو كان، بس كان في خطة لعب. يعني انت حضرتك معلش يعني كان عامل خطة، كان عامل أداء، كان على الأقل بيكتشف لك لعيبة. محمد عبد المنعم كان في فيوتشر جابه، أكرم توفيق لعبوا معاه، عمر كمال، عمرو داوود ده بتاع انبي، حد عمرو مرموش نفسه. يعني انت حضرتك عمر مرموش محدش كان كنا عارفينه بيلعب في الدوري الألماني والدنيا بس محدش كان بيشوفه. هو بص عليه وشافه وجابه ولعبوا معاه، خلاك عرفت مين هو عمر مرموش. لكن انت ما قدمتش حد برضه. يعني اصلا من البداية، يعني القائمة بتاعت المنتخب اللي انت لعبت بيه، يعني اللي انت اخترتهم، الناس اللي انت اخترتها، يعني هو كان في نقطة اختلاف كبيرة. يعني مش الناس المحللين بس، او الناس اللي في البرامج في التلفزيون بس، لا، يعني هو الناس في الشارع. انت زي مثلا ما تخش حسين الشحات، ازاي مثلا ما تاخدش ياسر ابراهيم؟ انت ما كنتش واخد ياسر ابراهيم اصلا. يعني انت كنت واخد اسامه جلال بتاع بيراميدز، ولاش الاصابه ولاش جبته، وبرضه ما لعبتوش. يعني انت حضرتك جبت ياسر ابراهيم اللي هو فيه كيمياء ما بينه وما بين محمد عبد المنعم في خط الدفاع، على اساس ان هما الاتنين بيلعبوا في النادي الاهلي وفاهمين بعض. انت ما لعبتهمش جنب بعض اصلا. لعبت حجازي، وحجازي اصلا مصاب. يعني حجازي نفسه مصاب من ساعه ما رجع من الصليب مع الاتحاد السعودي. لعب ماتشين في كاس العالم للانديه وشكرا. يعني هو ما عملش حاجه تاني. هو برضه مصاب. وكنت حضرتك بتشوف في الملعب هو بطيء. الهدف التاني بتاع موزمبيق، يعني معلش، انت لو حجازي مثلا، هو اولا السن، ثانيا الاصابه، وثالثا العامل البدني وفرق السرعات ما بينه وما بين المهاجم. يعني انت حضرتك عملت التاكلينج. انا مثلا لو عارف نفسي هعمل تاكلينج في المكان ده ومش هجيبها، مش هعمله. ليه؟ لان انت ما جبتهاش، الواد راح انفراد على طول. ده اللي حصل. انت نزلت عملت التاكلينج وما جبتش الكوره، الواد راح انفراد مع الشناوي، شكر الله ساعة جاب الجون التاني، وانت بقيت بتدور على التعادل. فانت يعني
معلش يعني برضو اتحاد الكرة ساكت ليه لغاية دلوقتي في كرة، يعني في فيتوريا؟ انت ساكت ليه عليه؟ هو ما قدملكش حاجة، ما عملكش حاجة، ولا خطة، ولا تكتيك، ولا اداء، ولا ناس يعني. يعني هو في يعني اللعيبة نفسها مش حاططها في اماكنها، يعني في لعيبة مش في اماكنها، مش عارفة تأدي، مش مدي للناس اريحيتها جوه الملعب. يعني حضرتك مش مدي اللعيب مثلا زيزو، انت مدوخ ومعاك، يعني زيزو لولاش اصابة برضو محمد صلاح والحوار بتاعه والدنيا والايام والشريط والتيت والدنيا، ما كانش هيلعب زيزو برضو. انت لعبت زيزو ومحمد صلاح في ماتش، خليت الاتنين يعني. هو زيزو مش عارف يعمل ايه. طيب انا لو رحت يعني الهاف اليمين هيروح هناك، طب ما هيلاقي صلاح جنبه، هيخش نص الملعب وصلاح نفس الكلام، بتعمل تبادل ادوار ما بينهم وبين بعض. فهو مش فاهم هو بيعمل ايه في الملعب. طب انا المفروض ان انا مثلا هبقى في الحته دي وصلاح في النص، ولا العكس، ده واخد. وبرضو اداء زيزو مع المنتخب اخر فتره برضو مش اداؤه مش كويس يعني، او اداؤه مش لسه مش متأقلم مع المنتخب لسه برضو. مباراة الدولية مش اي حاجة، يعني مفيش اي معطيات تدل ان زيزو، هو زيزو لعيب كبير وكل حاجة، بس انت مش موظفه صح. يعني انت حضرتك مش يعني مش فاهم. يعني انا لغايه دلوقتي مش فاهم يعني ايه منتخب مصر يصعد ببركه دعاء الوالدين من المجموعات، في مجموعه انت المفروض تمام تبقى مركز اول، تبقى مركز اول. يعني حتى غانا مش ده منتخب غانا. حتى في ماتش الرأس الاخضر هما بيلعبوك في الماتش ده بالصف التاني، فكون ان هو بيلعبك بالصف التاني وتتعادل معاه 2-2، متعرفش تكسبه برضه. ولولاش يعني الأقدار يعني الربانية والدنيا، وإن موزمبيق تجيب جونين في آخر دقيقتين في المباراة الناحية التانية تخليك تتأهل من أحسن توالت وأنت ما كسبتش ولا ماتش، ده معجزة. فأنت ربنا سخر لك الأمور وخلاك صعدت. طب نلعب شكله كويس، أنت هتلعب الكونغو، والكونغو برضه مش فرقة، مش أحسن حاجة برضه. تروح تتعادل معاها، تطلع وقت إضافي، ضربات جزاء، ركلات ترجيح، وتتعادل وتخسر في ركلات الترجيح. ده انت يعني بص، هي كانت مسهله لك، يعني هي البطوله كانت مسهله لنا، بس احنا بس برضه يعني معلش يعني احنا ما نستحقش اي حاجه. ما احنا مش كل مره هنطلع يعني، او هنكسب بالبركه او اهي ماشيه. لا، مفيش حاجه فيها، حاجه اسمها اجتهاد، شغل. انا متدرب على حاجه معينه، انا مذاكر الخصم بتاعي. انا يعني انت وصلتنا ان احنا مش فاهمين منتخب مصر بيلعب بانهي طريقه، يعني معلش يعني انت مفيش طريقه في الملعب، مفيش جمله متحفظه لله. طب انت بتلعب طولي ولا بتلعب عرضي ولا بتطلع بكره من تحت ولا معتمد على إيه؟ مفيش. يعني ايام كوبر احنا كنا باصل صلاح يعني، على كانت خطه، معلش يعني برضه هو كان في فكر. انت طلع الكرة من المنطقة بتاعتك، بصيها لصلاح، خليه يطير بالكرة وهو يتصرف. كان في فكر. كيروش كان عنده فكر. انت مفيش فكر خالص، مفيش اداء خالص، يعني حتى توظيفات اللعيبة مفيش. خلتنا احنا اصلا والله العظيم ثلاثة يا جدعان. انا ببقى قاعد كده مع يعني بسمع ماتش على القهوة يعني زي اي حد عادي يعني، تمام. معلش يعني الناس يعني، طب احنا كلنا فاهمين كورة وانت لا. يعني انت اللي جوه المطبخ مش فاهم، واحنا الناس الشعب العادي اللي هو عارف الكوره وبيسمع كوره ومتابع من زمان الكوره والدنيا. يعني انت خليتنا احنا مش فاهمين، وانت بس طب انت اللي فاهم، مش عامل حاجه.
يا جدعان اقسم بالله، يعني انت بتلعب مع الكونغو والدقيقة 80 متعادلين 1-1، واللاعيبة معروفة جابت اخرها. يعني انت اللعيبة جايبة اخرها حرفيا يعني. محدش يعني، اللعيبة بتجروا في رجليها زي ما بيقولوا. زيزو تعب، محمد هاني تعب، اللعيبة الله يكون في عونها تعب وتعب وتعبوا. اعمل تغيير. ده الراجل ده بتاع الكونغو يعني فضل يبدل كل فترة توقف كده، بيبدل لاعبين عشان حتى بيقسم الحمل البدني على اللعيبة. ما يبقاش انا عندي لعيب تعبان ومش وبيجر في رجليه وانا برضه لا كمل انت قدها يا ابني. هيكمل فين؟ هو جايب زيت مش قادر، رجليه مش قادر يشيل رجله اصلا. وهم يتفزلك عمنا الفزلوكة بعد الطرد طبعا بتاع محمد حمدي، ويتنزل مهند لاشين. هو برضو يعني، هو انت محتاج انك تدافع بلاعب نص ملعب، ولا محتاج انك انت تدافع بلاعب مدافع مساك؟ عندك علي جبر بره، معلش يعني ما لعبش بس على الاقل انزل بعلي جبر، العب بثلاثة، امن دفاعاتك الدنيا والعب على المرتده. اقسم بالله ما لعبنا على المرتده، والله ما لعبوا على المرتده يا جدعان. يعني انت منتخب مصر في الماتش ده احنا ما لعبناش على المرتده. ان احنا مثلا نامن دفاع، احنا امننا دفاعاتنا كويس خالص على فكره، والدنيا حلوه وكانت ماشيه. بس انت برضو ما لعبتش على حاجه، ما لعبتش يعني مثلا انا هدافع كده كده اكيد هم هيمسكوا كوره علينا والدنيا. هم اصلا كانوا ماسكين الكوره علينا الشوط التاني كله بتاع الكونغو. يعني الشوط التاني وتالت اضافي ورابع اضافي، تمام، هم ماسكين الكوره عليك يعني حرفيا. انت من بدايه الشوط التاني مع اول صفاره الحكم من الشوط التاني انت ما مسكتش كوره، لان احنا اصلا ما بنلعبش كوره. ده الماتش الوحيد اللي لعبنا فيه كوره، مش لعبنا فيه كوره يعني، هي اللعيبه هي اللي لعبت كوره. يعني هي اللعيبه عايزين نكسب. الماتش بتاع غانا ما كسبناش برضه، بس على الاقل كان في روح في الملعب. يعني كانت اللعيبه تحسها كده فيها روح، عايزه تلعب، عايزين يهدفوا، عايزين يجيبوا جوان، عايزين يعملوا حاجه للمنتخب. اللعيب حس بالمسؤوليه في الوقت ده. في الاخر برضو اخطاء ساذجه جدا جدا جدا، فيجي الهدف الثاني والتعادل، وانت اللي جيت بتدور على التعادل والدنيا والايام ها. وبرضو يعني هو فيتوريا بصراحه المفروض انه، يعني احنا بنطالب اتحاد الكوره، اولا اتحاد الكوره يمشي، دي الحاجه التانية فيتوريا يتكل على ياخد شنطته كده ويروح يروح ويشوف له اي حاجه في اي حته، يروح يا باشا انت احسن مدرب في العالم، بس مش معانا، مش مع منتخبنا، مش مع اي فرقه مصريه واي فرقه داخل القاره على فكره، لانه ملوش علاقه باي حاجه تخص افريقيا، سواء منتخب سواء لعيبه سواء اجواء ارضيات ملعب دنيا دين، انت مفيش. يعني كفكر برضو يعني، هو الناس فرحت بفيتوريا في وقت معين كده ان المنتخب بيكسب ب3-4. انت بتلعب مين برضو في الاول وفي الاخر؟ بتلعب تنزانيا ومش عارف بتلعب ليبيا والدنيا، برضو فرق معلش يعني، صف تاني كده تالت كمان من صف تاني. فانت برضو ما لعبتش مع ناس عتاولة يعني برضو. بقول لك لعبنا ماتش الجزائر، ماتش لعبناه احسن ماتش هو بص، هو ماتش كان واخد مش واخد يعني، هو ماتش في الاول وفي الاخر ودي. يا اخي كسبت الجزائر 5، بس هل والله العظيم يا جدعان اقسم بالله انا ما شو يعني، برضو من ساعه ما مسك فيتوريا ده انا ما شفتش حاجه يعني صراحه، ما شفتش فكر جوه الملعب. طب المنتخب بيلعب خطه مثلا 4-4-3، 4-4-2، 5-3-2، مش عارف، مفيش. اقسم بالله اقسم بالله هو ارزاق، وانا ممكن اروح ادرب يا جدعان
ويا عم مش عايز اخد زي هاخد نص اللي بياخده. وعايزين 4 تعادلات نتعادلهم، هتعادل لك 4 ماتشات يا باشا، واديني 800 ألف دولار وظبط لي الدنيا، وانا معاك في اي حاجه. معاك في اي حاجه اقسم بالله. بس اديني 800 ألف دولار وهتعادل لك يا عم اقسم بالله هتعادل لك 4 ماتشات. عايزني اتعادل لك 4 ماتشات، 4 ماتشات هتعادلهم لك عيني. بس انا عايز مدرب، او عايز بص، هو لا بديل اقسم بالله يا جدعان. لا بديل عن مدرب وطني، مدرب يحس بمسؤولية المنتخب، يعرف اللعيبة كويس، يعرف يحفز اللعيبة، ليه خطة لعب، ليه يعني عنده امكانيات انه يكون مدرب لمنتخب مصر. يعني هو معلش، يعني انتوا مستنيين ايه على كابتن حسام حسن؟ يعني هو اكفأ واحد حاليا يمسك منتخب مصر، وراجل مصري، مدرب مصري، منتخب وطني، كابتن حسام حسن. مفيش نقاش، ما تناقشنيش يا عم انا بقول اي كلام. كابتن حسام حسن يمسك منتخب مصر اقسم بالله على اي حد، مفيش اي حد تاني. معلش، مع كامل احترامي لكل المديرين الفنيين في مصر، المنتخب ده لازم حتما ولا بد كده يمسكوا كابتن حسام. مش هيكون اوحش من فيتوريا على فكرة، مش هيكون اوحش منه. على الاقل هتلاقي شغل في الملعب، هتلاقي تكتيك جوه الملعب، هتلاقي تكتيك. والسلام عليكم ورحمة الله.